يا مساء الخير عليكم. انا بصراحة مش عارف اقول ايه ولا اعمل ايه. جيت اعمل الحلاوة باظت مني والدنيا باظت والدنيا اسودت في عينيا اصلا ومش عارف اعمل ايه. يا خسرت الطحينة اللي حطيتها فيها وصرفت عليها قد كده. انا مش عارف الغلطة مني ولا الغلطة من ايه بالظبط. انا متعود لو في حاجة بعملها ومش عارفها بروح اسأل صحابي الشيفات. لكن انا بصراحة اتسرعت، شفت وصفة كده على اليوتيوب عجبتني فقلت خلاص هعملها، وهي طلعت اهي تمام والدنيا تمام. فلما جيت اعملها طلعت بالمنظر ده، بصراحة منظرها وحش وبرضك طعمها مش مرضي بالنسبة لي. فمش عارف اعمل ايه، يعني اللي هو اتصرف ازاي. خلاص بقى عوضي على الله. بس انا مش عارف يعني، هوريكوا انا عملتها ازاي، واللي بيعرف في الحلاوة او بيعملها في البيت زي حالاتي يقول لي ايه الغلطة اللي انا غلطتها، او ان الوصفة دي فعلا اصلا مش حلوة ولا ايه. انا جبت هنا البطرمان الطحينة ده، ودي الطحينة اللي احنا كنا عاملينها يا خسارتها راحت على الفاضي. والبطرمان ده بيديني يعني كوبايتين من الطحينة، وكوباية من السكر، ونص كوباية مية، وربع معلقة صغيرة ملح ليمون. تمام. والمفروض ان في الوصفة قالوا ان يبقى فيه سكر جلوكوز، ولو ما فيش سكر هيبقى نص كوباية مية، لو فيه هيبقى كوباية مية كاملة. فانا عملت زي ما هم قالوا بالظبط. جبت طاسة وحطيتها على النار وحطيت عليها نص كوباية المية، وبعدين نزلت عليها بالسكر. وهي كانت في الفيديو قالت ننزل بالسكر بالراحة علشان ما يتنطورش على طرف الطاسة والكلام ده كله. وبعدين حطيت عليها ربع معلقة ملح الليمون، وسبتها بقى لحد لما يعني تعمل الشربات وكده، وده اسمه الرابط. وبعدين هي قالت هنسيبها 10 دقايق من بعد ما تغلي. تمام. وبعد ما عدت ال10 دقايق فعلا تقلت اهي وبقت كويسة. المفروض ان هي ايه بتبقى تقيلة، يعني سايلة بس بتقل شوية. تمام. اللي هو ايه علشان يبقى ده القوام المظبوط بتاعي. فانا فعلا هي عملت معايا كده، بصوا معايا شوفوا كده اهي. اهي نازلة اهي بالراحة شوية. يبقى انا كده المفروض تمام. وبعد كده احط الرابط دون في طبق كده او بولة، وانزل عليه بالمضرب لحد لما لونه يغير. وبرضك عملت كده، فضلت اضرب فيها لحد لما لونها غير وبقى فاتح. اهو فضلت اضرب فيها اهو لغاية لما لونها فعلا غير وبقى فاتح. انا مش عارف ايه اللي انا عملته غلط، ولا هي اصلا الوصفة نفسها غلط ومش تمام. بس انا عشان بحب المصداقية معاكو برضك بوريكو ان لو في حاجة باظت اهي باظت. تمام. انا مش هعمل زي اليوتيوبرز التانيين واعمل الحاجة وخلاص واضحك على الناس واقول لهم اهو شفتوا بقى احنا عملنا ايه والكلام ده كله. ان في فعلا ناس كتير بتعمل الحاجة وفي الاخر تروح شاريها جاهزة وموريها لليوتيوب على انه ايه، ان هي خلاص هي كده طلعت تمام معاها. تعالوا بقى نشوف ايه تاني هنعمله مع بعض. وبعد كده هي قالت هنضيف على الرابط دون الطحينة بتاعتنا. فانا جبت الطحينة، طبعا بندفيها برضك. هي قالت بندفيها ما تبقاش ساقعة علشان تبقى كويسة مع الرابط. فانا فعلا دفتها وصبيتها هون. وبعد كده قالت هنفضل نقلب، وقالت هنفضل نقلب ويستحسن نستخدم معلقة خشب. انا حتى كنت مستغرب طب ليه معلقة خشب، بعد كده فعلا عشان هي بتتقل فالخشب بتبقى متينة معاها. هنفضل نقلب نقلب لغاية لما هي هتربط مع بعضها وتمسك مع بعضها. فعلا فضلت اقلب، وفعلا اهي بدأت تتقل معايا. فقلت انا كده تمام قربت اوصل. وفضلت اقلب 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 علشان اوصل للقوام زي ما شفته في الفيديو بتاعها كده بالظبط. انا يعني حسيت ان هي خلاص هتبدأ اهي. هي بتاخد شوية وقت في التقليب يعني، فقلت خلاص اكمل تقليب افضل اقلب 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 لغاية لما اشوف. وخلاص اهي المفروض ان هي تقلت وبقت مظبوطة معايا. فعلا هي المفروض هي ناعمة من بره وتديني خشونة من جوه. انا شفتها قريبة كده فعلا في الفيديو معاها. بس انا مش عارف لغاية دلوقتي ايه الغلطة ان الوصفة نفسها غلط وهما بيضحكوا علينا، ولا
انا اللي في حاجة عملتها غلط، بس انا والله مشيت على الوصفات او على الطريقة خطوة خطوة مظبوطة. بس هعمل ايه والله، هتجنن هتجنن يا خسارة الطحينة اللي راحت على الارض. وبعد كده هي قالت هنجيب بولة او حاجة بقى نحط فيها الطحينة علشان هي خلاص هتمسك بقى فيها، فبنشوف بقى الشكل اللي احنا عاوزينه ونحطه فيها. فجبت البولة ودهنتها زيت، هي قالت هندهنها زيت ونرجع نمسح الزيت ده عشان ما يمسكش فيها. ففعلا عملت كده، دهنتها الزيت ومسحت وصبيت الطحينة وفضلت اكبس فيها علشان افضي كل الهواء اللي موجود. تمام، وبعدين غطيتها بأكياس التلاجة اهي، وفضلت برضو اكبس عليها علشان تبقى متساوية كده من تحت ومفيهاش فيه هوا، وتبقى ايه لما تطلع قطعة واحدة. وقعدت اكبس تاني اهو، وبعدين المفروض كنا هندخلها في التلاجة 3 4 ساعات. تمام، هي قالت من 3 ل4 ساعات، انا حطيتها 9 ساعات اصلا، لان كنت دخلت نمت كمان. فاللي هو اعمل ايه مش عارف. تعالوا بقى ما اوريكم الخيبة بقى اللي في الاخر بقى شكلها عامل ازاي. شفتوا بقى الوكسة اللي انا فيها، انا مش عارف اعمل ايه يا شماتة ابلة زازة فيا. يعني يعني بصراحة اتصدمت اول ما عملت، يعني لقيتها بالمنظر ده اتصدمت. طبعا مزيتة، مليانة زيت كتير قوي. طبعا مش عارف ماسكة في بعضها جامد، تقيلة قوي، مش مفتفتة كده ولا مفرولة زي الحلاوة العادية. يعني بصراحة لا لا، انا مش عارف اعمل ايه بجد بجد يعني. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. محدش يعمل البتاعة دي تاني. تمام. يلا نتقابل بقى في الفيديو اللي جاي وعوضي على الله. بس انا مش هسيبها، هاكل فيها على قد ما اقدر برضه. هي طعمها مش وحش، بس طبعا مش حلاوة، يعني في الاول والاخير هي مش حلاوة، بس هي طعمها مش وحش. يلا الحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل، ونتقابل بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.